آه، وصفة لذيذة وسهلة وبسيطة جدا وطعمها تحفة، مبتحتاجش نار ولا أي حاجة. طعمها تحفة. شايفين شكل الوصفة عامل ازاي؟ لذيذ. أول حاجة هنبدأ نحط الكيك. اي نوع كيك تفضلوا. هنا جوجو بتفضل الكيك. هنحطه نرصه جنب بعض، وبعدين هنهرسه بالشوكة أو بهراسة الكيك. لو جايلكوا ضيوف فجأة او على غفلة ومحتارين تقدموا ايه، ممكن نقدم الوصفة دي سهلة جدا ومنجزة. قد كده نحط ايه يا جوجو؟ بعد ما فردنا الكيك وهرسناه هنحط عليه الايس كريم وهنفرده كده. هنحاول نسويه، وبعدين هنحط اوريو، بس قبل ما نحطه هنكسره. الاوريو. هنفرده على الوش كده. بعدين هنحط دنت. حط دانت بأي نكهة. احنا عاملينه بالكراميل هنا، فردنا بالشكل ده. ودلوقتي هنحط شوكولاتة سنيكرز، بس احنا حطينا حاجة شبهها كده. هنفردها برضو على الوش. بعد ما حطينا الشوكولاتة هندخلها الفريزر. وده شكلها ما طلعت من الفريزر. ممكن على فكرة ما نحطهاش في الفريزر. وصفة تحفة وطعمها